السلام عليكم اخوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. باش تزيد عندك هذا الهرمون اللي هو هرمون الذكوره بطريقه طبيعيه، خاصك تتبع هذا الفيديو حتى الاخر باش تعاون الجسم ديالك ينتج هذا الهرمون. اول حاجه خاصك تمارس الرياضه، يعني التمارين بحال رفع الاوزان وتمارين المقاومه. يعني هاد النوع ديال الرياضه كيزيد في المستوى ديال الهرمون الذكوره بشكل كبير. ثانيا الماكله الصحيه، خصك تاكل الماكله اللي فيها مثلا البروتين والدهون الصحيه والكربوهيدرات. نقدر نعطيك مثال بحال البيض، الحوت الدهني، الحوت الحمراء، وكذلك اللوز حتى هو مفيد بزاف. ثالثا خصك تبعد كاع الحاجه اللي تقلقك. الحاجه اللي كتقلقك راه كتزيد واحد الهرمون سميتو الكورتيزول. هذا الهرمون اخوتي كيضر الهرمون الذكوره اللي ذكرت لكم في الاول. جرب تنفس مثلا وخرج للغابه باش تبقى مرتاح. رابعا اخوتي خصك تنعس مزيان. النوم الكافي بين 8 ساعات و 7 ساعات مهم جدا باش تبقى مستويات الهرمونات متوازنه. كذلك خصك تاخذ فيتامين دي والزنك، هادو كيتباعوا في فارماسيان، او لا يمكن لك تاخذ هاد الفيتامينات بشكل طبيعي بحال الشمس. دي راه من الشمس. والماكله اللي فيها الزنك هي بحال المحار، واحد النوع ديال الحوت سميتو المحار، راه كيعطي الجسم القوه اللي كيحتاج. بعض النصائح اخوتي، ضروري خصك تجنب التدخين والكحول، هادو كيأثروا على هذا الهرمون، كيمحيوه مره في الجسم ديالك. داكشي علاش خصك تنقص من التدخين والكحول. كذلك خصك تاخذ المغنيسيوم، تاخذه من الصيدليه اولا من الاطعمه. مثلا في الاطعمه كاين في السبانخ، في بزاف ديال سميتو الخوص، ومهم دوك الورقيه. الافوكادو معروف، حتى هو غني بالمغنيسيوم، كيساعد الجسم باش ينتج هذا الهرمون اللي هو مزيان ديال الذكوره. كذلك خصك تحافظ على الوزن ديال الصحي ديالك، ضروري خصك تطيح الكرش. الا عندك الكرش هذا الهرمون راه ما غاديش يكون عندك مزيان، فهمتي؟ غادي يطلع واحد الهرمون اخر اللي كيحارب ديك الهرمون اللي قلت لكم ديال الذكوره. كذلك ممارسه الرياضه راه ذكرتها لكم، هذه راه مهمه جدا، بحال الجري والسباحه ولا المشي، غير المشيه. هاد الرياضات اخوتي راه كتزيد تحسين الدوره الدمويه وكتزيد النشاط الهرموني. كذلك اخوتي خصكم تناولوا الاطعمه الغنيه باوميغا 3 بحال الحوت الدهني، بحال السلمون والتونه، هادو مفيدين باش تزيد هذا الهرمون الذكوره. واخر حاجه هي ضروري تقلل من السكريات. الاطعمه اللي فيها نسبه عاليه من السكريات كتاثر سلبا على التوازن ديال هذا الهرمون. حاول تقلل منها نهائيا، ولا قطعه من الاحسن تقطع السكر نهائيا. وواحد الحاجه ماشي غير اتاي ولا السكر كتزيد فيه السكر، حتى دوك الحلاوي اللي كيتباعوا في سميتو في المخبازات وداكشي، هادوك كاملين غير سكر. هادشي اللي كاين اخوتي. السلام عليكم، حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.